صلى وسلم على النبي الأول. الله يفتح على الجميع. يجب علينا أن نكون على دراية من هذه الأمور كما قلت غير مرة، حتى تبقى إمامتنا للأمة في المستوى المطلوب وفي المستوى المقبول. صلى وسلم على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عار على الإنسان أن يصعد المنبر ويقول للناس اتقوا الله عباد الله وهو لا يعرف كوعه من بوعه. والله عار عليه ثم عار عليه ثم عار عليه. لا إله إلا الله. واضح. الله يفتح على الجميع. هذا المنصب لا يصلح إلا لمن كان له دراية بهذه الأمور جملة وتفصيلا، وإلا فعلى الدنيا السلام. صلى وسلم على سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح. هزيد خامس أو سادس. هذا معنى قوله هو المعد بلا مشقة. المكيل والموزون يجوز أن يشتريا جزافا ولو قل جدا. وأما المعدود إذا ما كثر بحيث شق عده فهمنا جاز، وإذا ما قل بحيث سهل عده فحينئذ لم يجوز ولا بد من العد بما أنه الأصل، ومن جعل أصله فلا سؤال عليه. هذا ما يسمى عندنا ببيع الجزاف. الله يفتح على الجميع. إذا ما كان لك إلمام بهذه الأمور وصعدت المنبر وقلت اتقوا الله عباد الله كنت أهلا للقضية، وإلا فعلى الدنيا السلام. صلى وسلم على سيد الأنام فرحمه الله. صلى وسلم على النبي الأول. زيد. الله يعلم الجميع. هذا هو باب البيوع. الله يعلمنا. زيد. هذا هو لا بد من أن يكون لنا إلمام قوي بهذه الأشياء حتى تكون إمامتنا للأمة في المستوى المطلوب والمرضي، أولا لرب العالمين وثانيا لعباده المؤمنين في هذه الأرض ريثما لقينا المولى. صلى وسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو. هناك من يصعد المنبر يوم الجمعة ويبدأ على بالك الله يفتح على الجميع لو سمعه عالم من المعتبرين أو من الأوائل لا ولا شوف لو وليت منهم لا ولا منهم رعوبة. الله يفتح. الله لا يجعلنا وإياكم من هذا القبيل. واضح. القضية ليست بالسهلة والمهمة صعبة للغاية فأعطوها حقها، والله عز وجل يلهمكم ما تقولون للأمة في كل جمعة وفي كل مناسبة وفي كل مقام. صلى وسلم على سيد الأنام. أدرج نحو لا قولوا لا إله إلا الله. وصدق من قال لا ينبغي لامرئ أن يقدم على أمر من الأمور حتى يعلم حكم الله فيه. ليس جملة وتفصيلا. لا ينبغي له أن يكون تاجرا حتى يعلم أحكام التجارة ما يحل منها وما يحرمه. لا ينبغي له أن يكون هذا هو في أي مجال حتى يعلم أحكام ذلكم المجال جملة وتفصيلا، وإلا وقع في الفساد وأوقع الأمة في الفساد. ورضي الله عن فاروق هذه الأمة من لم يتفقه في ديننا فليخرج من سوقنا. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الأمر لم يبقى مقصورا عليه بل يتعداه إلى غيره، وبالتالي يبقى الأمر فسادا في فساد. صلى وسلم على سيد العباد. هكذا قال فاروق هذه الأمة من لم يتفقه في ديننا فليخرج من سوقنا. ما معناه؟ حتى لا يفسدها علينا. وعندما يكون الفساد تنعدم البركة، والعبرة دائما بالبركة. بارك الله لنا ولكم في العلوم وفي الأعمار وفي الأعمال وفي كل ما يرتبط بديننا وبدنيانا طالما بقينا على قيد الحياة. صلى وسلم على النبي الأول. زيادة من وقف ولا وجاز بيع جزافين. هو الدرس هزيد. واضحة القضية. قولوا لا إله إلا الله. صلى وسلم على رسول الله. حاضرك هذا هو بل لا يحبسه الجوع والعطش، وإذا ما حبسه للتجويع والتعطيش هذا هو لعاله بالقضاء ويبقى آثم بهذه الحالة. هذا الحيوان فكيف بالإنسان؟ هذا الإنسان فكيف بإنسان يشهد لله بالوحدانية وللحبيب بالرسولية ومع ذلك يجوع ويعطش حتى يموت جوعا وعطشا. فكيف يكون مقام من جوع وعطشه حتى الموت أمام رب العالمين يوم القيامة، يوم لا ينفع مال
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوا وسلموا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أتفضل. واضح؟ وهذا ليس كلام بالعربي رحمه الله، رتب الأمور قال هذا الحيوان، هذا الحيوان فكيف بالإنسان، ثم قال وهذا الإنسان فكيف بإنسان يشهد لله بالوحدانية وللحبيب بالرسولية صلى الله عليه وسلم. إذا ما جوع وعطش حتى مات جوعا وعطشا فإثم من جوع وعطش عند الله عظيم وربما لا يغفر للأبد. لا إله إلا الله. صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو. هناك علم الفتوى، هناك الفتوى وهناك علم الفتوى، هناك القضاء وهناك علم القضاء. الإنسان لا يجب أن يكون قاضيا إلا إذا جمع بين العلمين، القضاء وعلم القضاء. مفهوم مليح؟ الله ينور الجميع إن شاء الله. زين. كذلك الفتوى وعلم الفتوى لا ينبغي له أن يكون مفتيا إلا إذا جمع بين قواعد الفتوى وعلم الفتوى. نعم، هذه الأسرار هي أسرار القضاء وأسرار الفتوى. صلى وسلم على سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكرت لكم القاضي هو السيد الأمير الذي أراد أن يدخل بزوجته الحمام فأفتاه بعض العلماء بالجواز. هذا هو. نعم، أراد أن يدخل بزوجته الحمام فأفتاه بالجواز. قال له إنما هما زوجتاك ولا حرج في القضية. فلم يقتنع بتلكم الفتوى فاستفتى عالما آخر له علم الفتوى فقال له هو حرام. نعم، هما بالنسبة لك زوجتك ولكن بالنسبة بعضهما لبعضين فيحرم على إحداهما أن تنظر إلى عورة الأخرى. لا إله إلا الله. صلى وسلم على رسول الله. لأن الثاني كان معه علم الفتوى. جعلني الله وإياكم من المفتوح عليهم من قبل رب العالمين. والعلم بطبيعة الحال فتح. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فإذا رانا بالختام هناك بعض العلماء الغربيين المستشرقين توقعوا، وراهي ظاهرة الآن، توقعوا أن يكون جنس ثالث، جنس الرجال وجنس النساء، وهناك جنس ثالث لا هو لحق بالرجال ولا هو لحق بالنساء والعياذ بالله. وهذا التوقع الصح. نعم، والآن راه بادي. عافانا الله وإياكم من ذلك كله. لا إله إلا الله. نعم، يجب على الرجل أن يحافظ على رجوليته ويجب على المرأة أن تحافظ على أنوثيتها حتى لا يكون من الجنس الثالث المغضوب عليهم من قبل رب العالمين. قولوا لا إله إلا الله. صلوا وسلموا على رسول الله. أختم تبقى والسلام على من اتبع الهدى. وليسمح لنا الطلبة لأننا أخذنا لهم شيء من الوقت. الباب فرض هو مضمون إن وصف البناء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وحذف من الثاني لدلالة الأول عليه. قلت وهذا ما يسمى عندنا بالاحتباك، وهو من المحسنات البديعية. ومن أراد أن يشفي عليله ويروي غليله فعليه بمطالعة الإتقان في علوم القرآن للعلامة السيوطي رحمه الله فيما يتعلق بهذه القضايا. صلوا وسلموا على سيد البرايا. وكنا ختمناه بحول الله وقوته مرتين. قولوا لا إله إلا الله. اللهم لك الحمد. ختمناه مرتين ونحن نعتبر أنفسنا هذا هو دارسين عليهم. هذا من طلع كتاب. ماذا بك اعتبر نفسك دارسا عليه. شيء طلع إنسان متكع ولا ينعس ولا يهدر ولا يضحك. اعتبر نفسك دارسا عليه وأنك بين يديه فعندئذ تعتبر والله من تلاميذه دنيا وأخرى. صلوا وسلموا على سيد الورى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ زين. هو كتاب نفيس في علوم القرآن. في علوم القرآن وهو كتاب نفيس ومتلقى بالقبول من طرف تقريبا جميع علماء الأمة ولا سيما من كتب في هذا الشان أي في علوم القرآن. صلوا وسلموا على سيدي ولد عدنان. لا إله إلا الله. ادرج نحو الأمام. زين. قولوا لا إله إلا الله. صلوا وسلموا على رسول الله. هذا معنى قول الفاروق على كل بها منها إنما قطع الحقوق عند الشروط ولك ما شرطت يا عبد الله رضوان الله عليه. قالها وهو خليفة. قالها وهو على رأس الأمة دينا ودنيا. هذا هو علما وسياسة
قولوا رضوان الله عليه وعن نبيه آمين. أدرج نحو الأمام. صلى الله وسلم على سيد الأنام. دائما ينبغي علينا أن نطيب مجلسنا بالصلاة على النبي، لأن المجلس إذا ما كثر فيه الصلاة على النبي طاب وكثر خيره وعظم نفعه، وكل من حضر فيه انتفع، سواء حضر من أجل أن يدرس أم حضر من أجل غير ذلك، دائما ينتفع بشرط أن يشاركنا الصلاة على النبي. إذا ما صلينا على النبي وهو لم يصلي على النبي غير مبال لا بالنبي ولا بالصلاة على النبي، فحينئذ هذا هو أمره إلى ربه. ما نقولهاش زين واضح. الله يكاكينا والله بعد عن الغاب، لكن صلي على النبي 1000 خطره هو نقد حذاك معه، ومع ذلك لا يحرك شفتيه بالصلاة على النبي، وهذا دليل قاطع على أنه لا يحب النبي. وإذا ما أراد أن أحلف له على المصحف الشريف حلفت له وكل يقين وأنا أحلف. قولوا لا إله إلا الله. صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدرج لا إله إلا الله. أحد. صلى وسلم على سيد العباد. لا إله إلا الله. دائما أيدينا مع أيديهم وقلوبنا مع قلوبهم ومشاعرنا مع مشاعرهم، حتى وإن كنا أحياء وقد لقوهم ربهم، لأن الفاصل بيننا وبينهم هو إلا ستر رقيق كما قال بعضهم. قال ستر، قال هذا هو بين الدنيا والآخرة الستر رقيق، إذا ما أمعنت النظر رأيت ما بعده، ولكن بالبصر وليس بالبصر. الله يبعد عليكم الغفلة. الستار بين الدنيا والآخرة رقيق جدا شفاف، إذا ما أمعنت النظر والله رأيت ما وراءه، ولكن بالبصر لا بالبصر. صلى وسلم على سيد البشر. هكذا كانوا رحمهم الله، وهم يتعاملون مع شريعة ربهم حتى لاقوه، وهم الآن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لا إله إلا الله. صلى وسلم على النبي الأول. أدرج نحو الأمام. واضح زين. الغفلة، ولكن الغفلة هي التي تمنع الإنسان من أن يمعن نظره في الموضوع، وبالتالي يخسر في الحال ويخسر في المآل. صلى وسلم على سيد الرجال. ادرج نحو الأمام. وقيل لا يجوز. نحن على وشك اختتام درسنا المبارك إن شاء الله رب العالمين. زيد الله يعلم الجميع. زيد. وقيل شو العلماء الحقيقيين وأنتم منهم إن شاء الله رب العالمين. لم تشد عنهم أو لم يتركوا لا شاردة ولا واردة، حتى وإن كانت فرضية. هناك أشياء واقعية وهناك أشياء فرضية، ومع ذلك اهتموا بها وفصلوها أيما تفصيل، حتى إذا ما كانت فرضية تعينك على فهم ما هي واقعية. صلى وسلم على سيد البرية. لا إله إلا الله. اليوم تنصب اللي تعرض عليه يقول لك واش تبغى ندير به انايا؟ بماذا تريد ان تكون عالما؟ لا بد للانسان حتى يكون عالما لا بد له بالالمام بجميع هذه الامور. هذا هو على الاقل يذوق مش تيشبع. فتح الله عليكم جميعا. زيد زيد يا زيد. هذا هو على كل حال. بعض معليش واللي يعطى ربي يفتح له الشهيه خليه ياكل. هي ولا هو ولا تلقاو في زوج كاع بكاين الله يجعل الخير. مبالغه رحمه الله. زين. هذا اذا ما كانت غير اكله بل وان اكوله، ومع ذلك يجب عليها ان ينفق عليها حسب ما تاكله. واضح مفهوم ليه؟ حسب ما تاكله. اذا ما كانت تاكله بقدر 50,000 في اليوم هذا هو واجب. 100,000 يزيد حتى 200. هذا هو. والله يضيف الحق ويروح غادي يصفى. زين. هذا معنى قوله رحمه الله سيدنا وإن أكولة، ومع ذلك يجب عليه أن ينفق عليها بحسب ما تأكله. مفهوم له؟ قل ذلك أم كثر. رضوان الله عليها. شو سنة ماذا هو ما يتحشفش العلم. وهذا هو. الشرع قال وهي مصيبة نزل فيه، وإذا ما كانت تأكله وجب عليه أن
يشبعها ولكنها مصيبة ما زالت به، فعليه أن يصبر. هذا هو ريثما فرق بينهم الموت. زيد زيد زيد، فتح الله على الجهة زيد. نعم هذا هو. إذا ما شح عليها فإنه يقضى لها بالشبع، هذا هو الله يفتح على الجميع. وإذا ما شح عليها بالنفقة هذا هو، فإنه يقضى لها بذلك، أي بما يشبعها طالما بقيت على قيد الحياة وطالما بقيت في عصمته. لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه حقها أكولة كانت أم غير أكولة. الشرح كلمة واضح. زين.